رجيم الأطفال، ابنكم أو بنتكم عم بتعانوا معهم من موضوع زيادة في الوزن، شراهة في الأكل، مش عارفين تسيطروا أو تعملوا لهم نظام إنه ينزلوا من وزنهم بس يكون بطريقة صحيحة وصحية لإلهم. كل هالتفاصيل رح نعرفها هلا بهالفيديو. كلنا عارفين يا جماعة إنه الأطفال خصوصا من عمر 3 سنين وطالع، طبعا احنا هنحكي عن بداية من عمر 3 سنين لغاية 16 سنة 17 سنة، ولكن في البداية العمرية للأطفال بتلاقي شعبية كثير كبيرة رايحة لموضوع السكريات. أي شيء متعلق في السكر فهو مفضل جدا عند الأطفال، من الشوكولاتة، من العصائر، من البسكويت، كل ما هو متعلق بالسكر بتلاقوا، والدونت وهاي الأمور بتلاقي لها أفضلية جدا عن الأكل حتى عند الأطفال. يعني في أطفال للأسف بيفطروا دونات مثلا أو شوكولاتة، بيتغدوا كذلك، وجباتهم الرئيسية تعودوا على هاي النوعية من السكر وصار في إدمان على هذا السكر. شو نتيجته؟ نتيجته مشاكل صحية مستقبلية، زيادة السكر بعيد الشر عن أطفالكم، زيادة في الوزن خصوصا إذا كان الطفل عنده خمول أو طفلتكم عندها خمول، بتلاقوا الوزن بلش يزيد عندها لدرجة إنه ما ممكن تسيطروا عليه. فأول نقطة احنا بدنا نعرفها يا جماعة ببرنامجنا الخاص بالأطفال، إنه احنا بدنا نعرف شو الأشياء اللي بدنا نبعد عنها طفلنا، وشو الأشياء اللي لازم نضيفها بأكلنا اللي هو يستفيد منها بالدرجة الأولى وينزل من وزنه. حتى لو كان الطفل وزنه مناسب كمان يا جماعة لازم تمشوه بطريقة صح، تمام، بطريقة صحية، لأنه في النهاية هاي صحة للجسم كامل. أول شيء يا جماعة نحكي قبل الأكل في الموضوع النفسي اللي دائما أنا في الدايت بحب أحكي فيه، كبار أو صغار، والصغار أهم من الكبار بالموضوع النفسي، لأنه الأطفال يا جماعة ما بتعرف موضوع والله عندي إرادة وبدي أنزل وزني. ما لا الطفل بفكر بإرادة ولا إصرار ولا حتى بهمه شكله ناصح نحيف، هاي ما بفكر، هو بفكر خلص بجانب معين، اللعب والأكل وهاي الأمور فقط لا غير. فإحنا خصوصا الأعمار الصغيرة اللي هي 3 سنين 4 سنين 5 سنين لسه ما عندها وعي نهائيا، تمام، بموضوع الوزن والصحة وهاي الأمور، بدنا نخلق لهم الجو اللي يحبوه. يعني بمعنى أنا أحاول أوصل له إنه الشوكولاتة أو الشيبس أو هاي الأمور هي أشياء سيئة جدا بطريقتكم. كل واحد مع طفله، في أطفال في 3 سنين 4 سنين بتكون الوعي عندها جدا يعني عالي أكبر من عمرهم، في ناس في أطفال بكون على نفس عمرهم. انت او انت تتعاملي مع طفلك بالطريقه اللي بتشوفيها مناسبه، انك تحاولي توصلي له انه الاكل هذا مضر له، مو منيح، وسخ، ايا كان العبارات اللي ممكن توصلي له اياها، وانه راح اعطيك اكل حلو، وهي الامور بالطريقه اللي انتم شايفين طفلكم بتقبل الحكي فيه من عندكم، تمام. فاول شغله الامور النفسيه، حتى الكبار اللي بعد يعني نحكي بعد الست سنين او عصار وافهم، هون الحكي بده يختلف. يعني بمعنى انا ممكن اجلس مع ابني بعمر 6 سنين 7 سنين، ابلش او بنتي طبعا ابلش انه اعطيهم مش تكريه في الاكل، ولكن اعطيهم الجانب الحلو. لو عملنا دايت يعني جسمنا رح يصير حلو على اللبس، الشباب رح تصيروا انتم رياضيين اقوياء، تركضوا تلعبوا كرة قدم براحتكم، الصبايا البنات بعمر 6 7 سنين تلبسي فستان بيطلع عليك حلو. هاي الكلمات بحبوها الاطفال، التشجيع بحبوه الاطفال. فاحنا ما نروح على موضوع التكريه، لا ما راح اطعميك شوكولاته، ما راح اطعميك، راح يكره الموضوع وما راح يطبقه يا جماعه، وراح يخاف منه حتى، تمام. فاحنا كل ما حلينا الاشياء تمام بعيونهم وسمعناهم حكي حلو وتشجيع، كل ما تقبلوا الموضوع اكثر. فجهزناهم نفسيا لهذا الموضوع، تمام. خصوصا الاطفال اللي عندهم شراهه كبيره في الاكل وبيحبوا الاكل جدا، مش بالسهوله رح يتقبلوا اذا احنا ما جهزناهم بشكل نفسي على هذا الموضوع. نيجي يا جماعه على موضوع الاكل والشرب. احتياج الطفل بالاكل زي احتياج الكبير يا جماعه. الجسم هون زي الجسم هون، الجسم بيحتاج لكل العناصر والمكونات الغذائية، من البروتين، من الكربوهيدرات، من الفيتامين، من المعادن، من الكالسيوم، من الحديد. هذا احتياج الجسم سواء كان عمره 100 سنة ولا كان عمره 3 سنين، فهو احتياج واحد. فأنا عشان أعرف إنه أنا عم بمشي طفلي بطريقة صح بموضوع الأكل، فأنا بدي أوفر له كل العناصر الغذائية اللي حكيتها. البروتينات متوفرة عندكم في البيض، صدور الدجاج، في اللحمة، في السمك، كل هاي الأشياء بيحتاج إنه يأكلها الطفل. النباتية زي البقوليات، العدس بأنواع البقوليات كاملة طبعا. شوفوا ابنكم نوعوا له في هذا الأكل، تمام. يعني بوجبة الفطور مثلا، أنا إذا بدي أعطيه وجبة فطور يا جماعة، خيارات البروتين عندي ممكن أطعميه يوم بيض، تمام، أعمل له إياه مسلوق، أعمل له إياه مقلي بزيت زيتون بطريقة معينة، تمام، أنوع له فيه. طبعا مش يوميا راح نطعميه بيض، ولكن في ايام وايام راح اعطيه مثلا على وجبه الفطور البان واجبان، لانه بحتاج كالسيوم، تمام، بطريقه كبيره. اجبان والبان تكون يا جماعه منخفضه الدسم او منزوعه الدسم، تمام.
كتير مهم نعطيه. طبعا نطعميه مع خبز توست اسمر او ممكن تعملوا له خبز الشوفان في البيت، سهل جدا وزاكي جدا وراح يحبوه الاطفال انا متاكد. تمام. المهم نبعد عن الخبز الابيض، عن الاشياء اللي فيها سكر عالي. الخبز الابيض يا جماعه كارثه، صغار كبار. تمام. ممكن اطعميه اشياء فيها بقوليات على الفطور كمان، ما في مشكله. احاول انوع له في الاكل واعمل له اياه بطريقه حلوه. يعني الامهات اللي بيعملوا فطور لابنائهم يحاولوا يعملوا لهم البيض بطريقه حلوه، انه يحبوا شكل الصحن. الاطفال بتلفتهم تمام الطبق اللي بينزل قدامهم. تمام. فدائما يعني خلي الطبق ملفت للطفل حتى انه يحب دائما ويتشجع انه ياكل. طبعا حلو الصبح كمان انه الطفل بصحى بحب اشياء حلوه، ممكن تعطي له حبه فاكهه صغيره. تمام. يعني نص حبه موزه، نص حبه تفاحه. تمام. شرائح برتقال، يعني اللي متوفر عندكم ما في مشكله. تمام. الغداء يا جماعة كمان احتياجنا راح يكون من البروتين، من الكربوهيدرات، طبعا نرجع للسؤال، الشوفان بتقدروا تشربوا الأطفال؟ بتقدروا عادي. بخصوص الحليب تمام، نبعد عن الحليب البودرة يا جماعة لصحة أطفالكم. ابعدوا عن الحليب البودرة. ممكن تستخدموا حليب الغنم، البقر، موجود في طبعا بمحلات كثيرة. يعني حليب صحي مفيد جدا بعد الغلي. طبعا تغلوه، هاي الأمور أنتم عارفينها طبعا. مفيد جدا، احسن من حليب البودره اللي داخل فيه مليون ماده كيميائيه تمام ومضر للاطفال. الغداء يا جماعه طبق الاكل تمام لازم يكون فيه بروتين زي صدر الدجاج، قطعه سمك، قطعه لحمه، اللي متوفر عندكم. ممكن شوربه عدس حسب انتم متوفر عندكم. مع تضيفوا له كربوهيدرات اللي بيحتاجها عشان الطاقه تبعته زي الرز، المعكرونه، البطاطا. تمام. هلا رح نحكي عن الكميات بالاضافه لخضار. كتروا له من الخضار يا جماعه، حببوه في الخضار يا جماعه، كثير مفيد كفيتامين وكمعادن كطفل. تمام. وهذا هو الطبق بكون. تمام. ممكن تستخدموا له لبن قليل الدسم او خالي الدسم اذا حبيته. طبيخ البيت اذا حبيتوا تسووا لي اياه اعملوا له في زيت زيتون وفي قليل من زيت الزيتون. تمام. وكلوا معه اكل صحي. خلوا الطفل يتشجع، يعني ما تعزلوا الطفل انكم تغدوه لحاله، لا، خلوه معكم على السفرة ياكل ويشوفكم عم تاكلوا من نفس الاكل. وهاي الامور صحة لكم وصحة لطفلكم. هيك بكفي؟ لا، في اطفال بتحب تاكل بالليل. ما تطعموا طفلكم وتروحوا تنيموه، والله يلا تعال عشيك، خلصت العشاء يلا على النوم. غلط يا جماعه، غلط جدا انه نحن نعمل الاكل ونروح ننام حتى للاطفال يا جماعه. فبالتالي اذا بدي اعشي انا طفلي وحاسس انه والله بحاجه انه يتعشى وبجوع وهاي الامور، فبعشيه وبترك ساعتين او 3 ساعات ما قبل النوم اللي هي بتكون فيها وجبه العشاء. وجبه العشاء حسب ما هو سلطة خضار ممكن تعملي له. فواكه، بيحبوا الفواكه الأطفال يا جماعة. كوب من الفواكه تنوعيه فيه أو كوب ونص ما في مشكلة يا جماعة، من الفواكه بأنواعها. أو تعملي له صحن مرتب حلو بشكل حلو من التفاح، الموز، البرتقال، الإنجاز، حسب المتوفر عندك. تمام. مش بكميات كبيرة ولكن يعني كميات صغيرة، بس تعملي له إياهم بطبق شكل حلو حتى الطفل يحبه. حتى الدهون يا جماعة مكسرات نية، أعطوه مكسرات نية، الجوز، اللوز، المكسرات الصحية المتوفرة عندكم خليه ياكلها، مفيدة له، دهون صحية له وبتعطيه إشباع كنوع من السناكات يا جماعة. الكميات يا جماعة، احنا طبعا الأطفال الصغار قطعة احتياجه أصلا بيكون تقريبا 60-70 جرام بروتين، يعني قطعة صغيرة، وانتم بتبلشوا تزيدوا حسب احتياج طفلكم لإلها. واعطوه مكافأة يا جماعة، إذا التزم نهاية الأسبوع أعطوه شوكولاتة دارك، إشي تكسروا فيه روتينه حتى يحب الدايت، إنه حيعرف إنه كل أسبوع، كل نهاية أسبوع إذا أنا التزمت راح آخذ لعبة، راح آخذ شوكولاتة، راح آخذ هالأمور، حتى يحب الموضوع. ما تحرموا طفلكم، لو مرة بالأسبوع عملتوا له هيك حركة تغيروا له فيها جو، بس ما يكون فيها طبعا فري كثير. تمام. لكن هي مكافأة صغيرة له. وضلكم طول الأسبوع حفزوه يا جماعة، كلام حلو، تشجيع، هاي الأمور من الأب من الأم. راح يحب الطفل بيسمع الكلام الحلو وينفذ هاي الأمور إن شاء الله. والصحة والسلامة لأطفالكم جميعا. وآسف جدا على الإطالة.